كلكم فاضيين تعملوا كل حاجه في الدنيا ومش فاضيين 5 دقايق ان انتوا تصلوا؟ لا، والقلعه ان انتوا معديين من قدام الجامع. ده لو واحد صاحبك معدي من قدام البيت وما سلمش عليك بتزعل، ما بالك انت معدي من قدام بيت ربنا، ربنا اللي خالق الكون ده كله. انا مش عارف ايه السبب اللي يمنعني ان انا ما اصليش 5 دقايق. الشيطان هو السبب. احنا لازم نراجع نفسنا من جديد، ما نديش فرصه للشيطان انه ياثر علينا. صح، لازم نقرب من ربنا. انا دايما بسمع الاذان وبكمل حياتي عادي، ازاي ما بفكرش لحظه ان اخش اصلي؟ لانك اتعودت انك ما تصليش. لازم تتعود انك تسمع الاذان تقوم تتوضى وتصلي. نفسي اصلي على طول، ما بطلش صلاه، حتى لو انا مشغول ولا حاجه اسيب اللي في ايدي واصلي، وانا حاسس ان ربنا مش راضي عني. لازم تبقى من جواك حابب الصلاه، تصلي وانت مشتاق. اقف قدام ربنا وادعي. الفترة اللي بصلي فيها ربنا بيكرمني آخر كرم، بس فجأة قطعت الصلاة، مش عارف ليه. لانك اخدت اللي انت عايزه ونسيت ربنا. انا حاسس ان عدم الصلاه ده عقده، ولو اتفكت باب الفرج يتفتح وربنا يرضى عني. طبعا قله الصلاه عقده، بس بيخترعها الشيطان. لو اتوضيت بتتحل الاولى، ولو قلت الله اكبر واستعذت من الشيطان بتتحل التانيه. يلا يا شباب كلنا نقوم نتوضى ونصلي، وان شاء الله ربنا يغفر لنا.